يسعد أوقاتكم مستمعي ومتابعي بوير الكرام. عم تسمعونا عبر الموجة 103.5 من قام شلو وريفها، وعبر البث المباشر لصفحة الإذاعة على موقع الفيسبوك بوير عربي. بترافقونا مشاهدة. معكم من وراء المايك شيف حسن. في هذا اللقاء اليوم الخاص متابعينا رح نتناول موضوع طبي: جهاز تنظير باطن الرحم الجديد والمبتكر، وهو الأول من نوعه في المنطقة وفقا للمشفى السوري التخصصي. ما أهمية هذا الجهاز في خدمة المرضى، استكشاف أمراض باطن الرحم وطرق العلاج؟ هالنقاط رح نتناولها مع ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة شورش عثمان، الاختصاصية بأمراض النساء وجراحتها. يسعد صباحك دكتورة شورش. يا صباح الورد، يسعد صباحكم جميعا. كثير الشكر لك دكتورة لانضمامك معنا للحديث حول هذا الجهاز والمنظار الطبي لباطن الرحم. بداية دكتورة، خلينا نوضح للمتابعين والمستمعين ما هو المنظار طبيا وما المقصود بالتنظير؟ أول شيء سعد صباحكم مرة ثانية. هلأ المنظار طبيا نحن سمعانين أكيد كتير بتنظير البطن. التنظير هو أنه أنت تفوتي لأي مكان بالجسم عن طريق الكاميرا. تمام، يعني الكاميرا هي تكون عينك على العضو أو على المكان اللي تفوتي فيه بالجسم. فالمنظار هو طبعا هو جهاز نحن بنستخدمه بفتحات صغيرة كتير بنفوت فيها، لأنه هو أساسا قطره كتير صغير بيكون. ما في داعي تعملي هاي الجراحات الكبيرة مثل شقوق البطن الكبيرة، مثل شقوق القيصرية أو شقوق مثلا فتوحات البطن وهالأمور. يعني هي الأساس بهذا الجهاز هي الكاميرا الصغيرة يلي بتكون معه ويلي بنفوت فيها للجسم عن طريق فتحات وثقوب صغيرة كتير بالجلد، والطبيعية. ايه طبيعي. تماما. دكتورة، حول الجهاز الذي أعلنتم عنه في المشفى السوري التخصصي عن إطلاقه، ما هو هذا الجهاز؟ هل هو الأحدث في مجال التشخيص لباطن الرحم؟ تمام. هلا نحن تنظير البطن موجود من زمان. تمام، تنظير البطن انه نحن هو مختلف دكتورة على البطن. دكتورة ايه هو مختلف. هذا الجهاز جهاز تنظير الباطن نحن ما في حتى شقوق جراحية معنا موجودة. نعم. نحن بنفوت طبعا نفوت للرحم فتحة عن طريق عنق الرحم الطبيعية. أيوة. يعني منفوت من المهبل للعنق الرحم، نوصل للرحم حتى نوصل لفتحات البوقين، حتى بأقطار كتير صغيرة نوصل للأبواق. تمام. هذا هو الجهاز. فهو نوعا ما حديث بالمنطقة، لأنه قبل ما كان موجود، بس جهاز تنظير البطن كان موجود. فيما يتعلق بتنظير البطن كان موجود، ولكن هنا نتحدث عن الرحم بشكل خاص. هو تنظير مختلف يعني كمكان تشخيص. نعم. فيما يتعلق بتشخيص باطن الرحم لم تكن هناك نسخ موجودة من المناظير، أم هذا هو المنظار الأول؟ بصراحة ما كان موجود بالمنطقة المنظار باطن الرحم. نحن نحكي عن مدينة القامشلي. أنا بالحسكة والله ما عندي فكرة أبدا، بس نحن بمدينة القامشلي ما كان موجود تنظير باطن الرحم. حتى الثقافة حواليه كانت كتير قليلة، بس هو موجود مثلا بمحافظات الداخل بالشام كان كتير متوفر بشكل كتير كبير، وبينعمل عمليات كتيرة عليه. بس نحن هون عنا بالمدينة كان ما موجود خاص. بشكل خاص بالقامشلي ما كان موجود، فنحن قررنا نجيبه أنا والدكتورة نسرين خليل طبعا، وبلشنا نشتغل على العمليات عليه. دكتورة، ما الميزات التقنية والفنية التي يمتاز بها هذا المنظار؟ ما الذي يتيحه وجود أو تتيحه هذه الميزات فيما يتعلق بخدمة المرضى، استكشاف الأمراض؟ تمام حبيبتي. هلا الجهاز هو كونه نحن بنستخدم الكاميرا الموجوده فيه، هي الكاميرا بتجي بصراحه دقه 4K او يعني فينا نقول ثلاثيه الابعاد برياحه. فبتعطينا يعني انت كانك عم تشوفي هذا العضو الصغير قدام عينك مباشره. دقه الصوره بتكون كتير عاليه. الجهاز كتير مرن وكتير سهل الاستخدام، يعني فيك تتفاعلي بشكل مباشر مع الانسجه اللي بتطلع قدامك. وحتى وقت الاجراء، يعني انت مثلا ما في جرح تفوتي فيه، ما في هاي كمية الدم أو كمية النزف أو كمية الأنسجة الكبيرة اللي تطلع بوشك. فهذا الشيء كمان بيقلل من وقت العمل الجراحي اللي نحن فيه. ومثل ما قلت لك التدخل الجراحي على الجسم بيكون بأقل تقدير. فهاي هي ميزات أنك تستخدمي منظار باطن الرحم بعملياتك النسائية على وجه التحديد. نعم، بما معناه
معناه توفير بيانات من التقاط صور من خلال هذه الكاميرا تماماً. التي تكون أو تصور الأعضاء الداخلية أو باطن الرحم لاستكشاف الأمراض والمشاكل الموجودة في هذا العضو من الجسم. دكتورة، ما هي الأمراض والمشاكل وفقا لما يمتاز به هذا الجهاز سيتمكن الأطباء من استكشافها، وما هي الحالات التي لن يستطيع هذا المنظار استكشافها؟ هلا بدي اذكر لك الحالات يلي المنظار فينه مو بس يشخصها يعني يكشفها، فينه حتى يعالجها. يعني الجهاز يعتبر تشخيصي وعلاجي. تمام. هلا نحن في عنا اكيد اغلبيتنا سمعانين بالاورام الرحميه او الاورام الليفيه. اللي هي تعتبر أورام حميدة طبعا موجودة في جزء منها موجود جوا الرحم تماما ببطانة الرحم. نحن من طريق هذا الجهاز فينا نحن نفوت نشخصها ونستأصلها. الالتهابات الرحمية اللي انت ما عم تقدري تعالجيها وما عم تقدري تشخصيها، كمان العقم. في كتير من السيدات مثلا ما عم يصير عندهم تعشيش. الجهاز باطن الرحم بيترك لنا الفرصة أنه نحن نفوت لجوا الرحم نعرف شو سبب مثلا هذا العقم، ليش ما عم يصير حمل. كمان في كتير من السيدات بيجي عندهم نزف شاذ ما عم تعرفي شو هو السبب. يعني ما بتعرفي سبب بوليب، سبب ليف، سبب سماكة بطاني. هذا النزف الإيكو مثلا ما عم يساعدني أشخصه. تنظير الباطن الرحم هو اللي بيطالعني. طالع لي هذا الشيء. تمام. وفي كمان مثلا بعض انواع السرطانات مراحله المبكره كثير. انا اذا شكيت لي نوعا ما بمجرد تحاليل فيني افوت اخذ خزعه مثلا من باطن الرحم وفيني يعني مثلا اكد تشخيصي. انت سالتي حضرتك انه شو الامراض اللي انا ما فيني اكشفها بتنظير باطن الرحم. هلا برجع لنفس الشيء انه مثلا تنظير باطن الرحم انا ما فيني اكشف سبب السرطان واذا هو موجود او لا، ما فيني. بس فيني اخذ خزعه مثلا وابعثها للتشريح المرضي. في امور، في التهابات ما بتظهر بالعين المجرده، كمان الكاميرا او المنظار ما رح يقدر يطالع لي اياها. تمام. وفي امراض جنينيه مثلا كمان المنظار ما فينه يطالع لي شو سبب مثلا هاي التشوهات او سبب هاي الامراض. المنظار ما فينه يساعدني بهذا الموضوع. نعم دكتوره، وفقا للمشفى السوري التخصصي اعلن انه هذا المنظار رح بيساعد في تشخيص الاورام الليفيه والبوليبات واستئصالها، علاج الالتصاقات الرحميه، تشخيص وعلاج التهابات الرحم، علاج مشاكل تعشيش الجنين، علاج مشاكل بطانه الرحم المهاجره، فتح قنوات فالوب او البقين، معرفة أسباب النزيف غير الطبيعي. إذن هو ذو دور مزدوج. دكتورة، أشرتي أنه ليس فقط يتعلق بالتشخيص ولكن هو وسيلة يتدخل بالعلاج. هنا السؤال يعني كيف يتدخل علاجيا؟ هل يتم إرفاق أدوات محددة مع هذا الجهاز الذي يستخدم عادة للتشخيص لعلاج مشكلة ما جراحيا؟ ايه طبعا اكيد. هلا نحن الاداه الاساسيه بهذا الجهاز هو الكاميرا. بس انت مع الكاميرا في كل الادوات اللي ممكن انت تستخدميها. يعني نفس الادوات اللي بتستخدميها بفتح البطن، مثلا المقاس، الملاقط، او نحن بنسميها الفورسبسات، هاي كلها موجوده بس طبعا باحجام كتير صغيره. يعني لدرجه يا دوب تبين بتكون مناسبه لهذا العضو اللي نحن نفوت فيه اللي هو الرحم. فأكيد كل الأجهزة، يعني هذا الجهاز موجود معه فيك تقولي كل الأدوات اللي نفسها اللي نحن بنستخدمها بفتح البطن بس بأحجام كتير صغيرة يا دوب تبين عشان تساعدك بأي عمل أنت بدك تعمليه. دكتورة، عادة عملية التنظير سواء كان لغرض التشخيص أو لغرض العلاج أيضا كوسيلة علاجية أو جراحية دقيقة، كم تستغرق عادة مدة هذه العملية؟ هلا وقت محدد ما فيني احدد لك، بس لما يكون تشخيصي اكيد هو اقل بكتير الوقت لما يكون علاجي. يعني مثلا انا لما بدي استخدم هذا الجهاز بس لفوت ادور على مشكله انا شاكه فيها ما بتستغرق من 20 دقيقه لنص ساعه. تمام. بس مثلا انا اذا بدي في ليف بدي اشيله او في بوليب هي بتستغرق وقت اكثر، يمكن يعني حسب العمل الجراحي اللي انا بدي اعمله. بس غالبيه الامراض او غالبيه الجراحات اللي انا بشتغلها بمنظار الرحم ما بتتجاوز الساعه. دكتورة، ساعه وربع ان كترت. دكتورة هناك سؤال يراودني، هل هناك اجراءات يجب اخذها بعين الاعتبار وخاصه في حاله العلاجيه سواء من الطبيب أو من المريضة أو المراجعة للطبيب وبعد العملية أيضا؟
ايه هلا قبل العمليه مثله مثل اي عمل جراحي هو في تخدير، تمام، وممكن يكون او غالبيا بيكون تخدير عام، احيانا يمكن نستخدم التخدير القطني. فاكيد مم. لازم تكون المريضه محضره للتخدير أيوة. قبل اي شيء ثاني، يعني مريضه مم. محضره للتخدير للعمل الجراحي، نعم. من ناحيه الصيام، من ناحيه التحاليل، من ناحيه كل شيء أها. مخبريا مم. وشعاعيا تكون محضره. مم. وبعد العمل الجراحي اكيد مم. في توصيات الدكتور بيعطيها للمريض، مم. ولازم تلتزم فيها السيده مشان نعم. يعني مشان ما يصير عندها اي اختلاطات ثانيه، نعم. سواء من ناحيه المعالجه الالتهابيه او اي تسكينيه او اي شيء. دكتورة، هناك من سيسأل هل هو آمن دائما، وهل هناك من مخاطر أو تداعيات محتملة من استخدام أو من استخدام هذه المناظير؟ بشكل عام التنظير سواء كان تنظير بطني او تنظير رحمي هو مم. من الاجراءات صراحه اللي يعتبر الامنه آه. بشكل، يعني ما رح اقول لك بشكل كامل، بس هو من الاجراءات الامنه جدا. نعم. تمام. بس اكيد في لها مخاطر اذا ما تطبق بشكل صح. يعني آه. احتمال يكون اذا الادوات ما تعقمت فيه احتمال العدوى كتير كبيره والالتهاب. أو نقطة تمام. التخدير اذا نحن دكتورة، أو نقطة ايه او التخدير، طبعا يعني الوضع الصحي ايه اختلاطات والطبي يجب أن التخدير، ايوه أخذه بعين اكيد. الاعتبار. لازم لازم تكون المريضة محضرة قلبيا، مم. ويعني تكون إذا مريضة مثلا أمراض مزمنة لازم أنا أكون أخذ كل استشاراتي. مم. مشاكل التخدير واردة، إذا تك... الأدوات ما أنا معقمة مشاكل الالتهاب واردة. نعم. إذا فتت بعنف ما في خبرة عند الطبيب احتمال يصير عندي نزيف، احتمال يصير عندي يعني إصابة بالأنسجة. مم. وأنا بدي دير نعم. بالي كمان على شغلة إنه المرضى دائما عندهم خوف، ففي هذا القلق النفسي. مم. أنا لازم كمان هاي تعتبر من المشاكل اللي ممكن تصير أو المخاطر اللي بترافق هاي العملية. دكتورة، ما أهمية أنه يكون المستخدم مختص بشكل كافي لهذه المناظير حينما يقوم بإجراء جلسة تنظير أو علاج بالتنظير لمريض ما أو مريضة ما؟ هلا اذا ما كان اللي بيستخدم هذا الجهاز مثلا ما كان عنده خبره او عنده فكره عن الجهاز، اكيد رح يفوت بشكل غلط، نعم. رح يستخدم الجهاز بشكل غلط. ونحن عم نتعامل مع اعضاء كتير حساسه. نعم. تمام. انت عندك المثانه، عندك جدران المهبل، عندك الحالب مثلا، عندك عفوا عندك الاحليل. نعم. عندك، فانت عم تتعاملي مع انسجه كتير رقيقه وكتير حساسه. اذا الشخص اللي عم يستخدم هذا الجهاز ما عنده خبره ممكن يأذي او يرد اي عضو من هاي الاعضاء. فاكيد لازم يكون عنده، لازم مثل ما عم قلك لازم يعرف ايش عم يشتغل. نعم. بدل ما يصير عنده اي اختلاط. نعم، بدل ما يفيد رح يؤذي عضو آخر أو جزء آخر. طبعاً. دكتورة، أشرتم أنه تماماً. كان تم إجراء عملية بعد توفر هذا الجهاز في المشفى. ماذا كانت تلك العملية؟ كيف صارت؟ كانت العمليه لمريضه عندها اسقاطات متكرره واصلا ما طولت لصار حمل، ولما بيصير حمل بيصير عندها كذا اسقاط. طبعا نحن على الايكو شكينا بوجود بوليبات. نعم. تمام. بوليب باطن الرحم، اكيد غالبيه الناس سمعانه نعم. فيه. فنحن فتنا بتنظير باطن الرحم، قلنا يا منأكد التشخيص ومنه منشيل هاي البوليبات. ففتنا صراحه شفنا كذا بوليب ضخم كتير كان. شخصناها وشلنا هاي البوليبات وبعتناها، يعني شلناها كلها وبعتناها للتشريح المرضي واكد لنا التشخيص انه هو بوليب باطن الرحم. هاي كانت العمليه بصراحه. وعملنا عمليه ثانيه كانت استقصائي نتيجه عقم ما عم يصير عند المريضه حمل، ما عرفنا شو السبب. ففتنا تنظير بطن وتنظير باطن بنسميه نحن استقصائي، انه نحن ندور على سبب. صراحه ما لقينا عند المريضه غير شويه التهاب باطن رحم، وعلى اساسه بدنا نعالجها ان شاء الله. دكتوره، لماذا لم يكن هذا الجهاز متوفرا في المدينه عندنا هون؟ هل بسبب انه هو باهظ الثمن، ام هناك صعوبات في تامينه وتوفره؟ هلا بصراحة هذا السببين اللي ذكرتيهم، إنه هو شوي الجهاز غالي كتكلفة. يعني الأدوات اللي بتجي معه غالية، الكاميرا غالية، العدسة غالية، الأجهزة الثانية يعني الأدوات الثانية مستخدمة كانت غالية شوي، وفي قلة خبرة بالاستخدام. والسبب الثاني اللي هو إنه أنت صعب شوي بالمنطقة، ما هو مو موجود هالجهاز، فأنت مضطرة تطلبيه من يعني من دولة تانية أو من الداخل. فصعوبة تفويته كان الأجهزة الطبية شوي صعبة، لهيك ما كان متوفر. نعم. والحمد لله هلأ توفر. دكتورة، أيضا نقطة أخرى فيما يتعلق بالتكلفة. السيدة التي ستأتي لتجري عملية أو إجراء تشخيص بهذا المنظار، هل هو مكلف؟
بصراحة نحن أنا والدكتورة نسرين بنرجع بنوجه لها تحية. قررنا أكيد. إنه هو كونه جهاز جديد والناس شوي لسه ما عندها، نحن قررنا يعني نشتغله مم. بأقل التكاليف، نعم. بس ليصير في يعني نحن نفتح ثقافة العالم عليه، ليصير أكيد. في مم. نظرة. يعني أبدا أنا بعتبره إنه هو أبدا يعتبر من العمليات اللي أقل كلفة، صح، مع إنه مم. جهاز يستخدم وكاميرا وحديث، يعتبر من الطب الجراحي الحديث. نعم. بس صراحة يعني مم. ما بعتبره مكلف أبدا مقارنة بالعمليات الجراحية الثانية وعمليات فتح البطن أو عمليات التنظير. نعم. مهم. كيف تقيمين دكتورة بختام اللقاء، ما بدنا ناخذ أكثر من وقتك، كيف تقيمين واقع العلاجات والتقنيات المتوفرة في المنطقة بشكل عام وفيما يتعلق بالأمراض النسائية وخاصة مشاكل الرحم؟ كيف تقيمين هذا الواقع الصحي والطبي؟ هلا بصراحة أنا أعتبر من جيل الشباب اللي نعم. يعني تخرجوا حديثا وبلشوا يعني فتحنا عيادات وبلشنا شغل. بصراحة أنا شايفة إنه في تحسن. أها. تمام. مم. لانه انا ويعني اصدقائي تبع الدفعه اللي جايين طبعا يعني عندنا كتير حماس، عندنا كتير مثل ما نقول معلومات نعم. يعني اب تو ديت دائما. نعم. فانا شايفه انه في تحسن. في تحسن حتى على مستوى الاجهزه، يعني مو أها. بس تنظير باطن، راح يعني في تنظير هضمي مثلا. مم. كتير كمان متطور تنظير المثانه او تنظير الجهاز البولي كمان كتير. نعم. فانا بصراحه شايفه انه بلش التنظير هو يعتبر مستقبل الطب والجراحة، أكيد. فايت بشكل مم. منيح للمنطقة وبلش يتحسن شوي شوي. نعم. تمام. مم. صح في قلة من الأطباء التخصصيين بعمليات التنظير، مم. بس إذا بدك وفي يعني مثل ما نقول في نقص الدعم اللوجستي لهذا الموضوع. أها. بس فيكي تقولي انه مم. في تحسن ملحوظ يعني باخر فتره، نعم. وان شاء الله يصير احسن واكثر، ونصير نوصل لدرجه نحن نستخدم حتى الروبوتات. انت بتعرفي في اكيد نعم. سمعانه انه مم. في روبوت التنظير. ان نعم. شاء الله نوصل لهديك إن المرحله. شاء الله. ان والمهم شاء الله. دكتورة أنه التنظير، يعني يمكن في كتير من الناس أو في من الأشخاص بيفكروا أنه التنظير هو شيء كتير صعب. هو مجرد عملية التقاط بيانات، بيساعد بالكشف، بيوفر في الكثير من الحالات من إجراءات جراحية أو تداعيات صحية، وخاصة فيما يتعلق بالأمراض الصعبة والخطرة. بختام اللقاء صح. دكتورة، إذا بتحب تضيفي أي شيء أو نقطة أنا ما سألت، تفضلي. بس حابه انه انا بصراحه بعد ما نشرنا انه جبنا الجهاز وهيك، جتني كتير تساؤلات انه هو بيخوف والعمليه تخوف. وبصراحه انا بدي اقول انه نحن فينا نعتبر عمليه تنظير الباطن على وجه تحديدها، انا ما رح احكي عن العمليات الثانيه، من اقل العمليات اللي السيده فيها تخاف منها. بالعكس، كل ما كان ما في شقوق جراحيه فخليها تتاكد المريضه انه العمليه اسلس واهون واسهل وما في وجع. تمام. هلا نحن ان شاء الله هذا الجهاز يكون خطوه كبيره لان نحن نطور الرعايه الصحيه بالمنطقه. انا من كل قلبي بتمنى وبتمنى من جميع الزملاء اللي بيسمعوا انه يفوتوا بهذا المجال، بلكي نحن نوصل الرعايه الصحيه بالمنطقه لاحسن وللأفضل أكيد. وأنا دائما جاهزة لأي سؤال، لأي استفسار بخصوص هذا الجهاز أو هاي العمليات على وجه التحديد. والعمليات النسائية بشكل عام. كل الشكر لك دكتورة شورش عثمان، الاختصاصية بأمراض النساء وجراحتها، كنت معنا عبر الهاتف. والشكر لكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير FM. هيك خلص لقائنا الطبي الخاص، كنت معكم من وراء المايك شف حسن، في أمان الله.